السؤال اللي موجود عندي النهارده، هل الدراما المصرية أو الأفلام خلتنا نحب أبونا أكتر ولا نخاف نكرر دوره؟ هل الفن المصري فعلا قدر يعلمنا شيء مختلف عن الأب؟ تعالوا كده نمشي على كام مسلسل وكام فيلم ونشوف صورة الأب في الشاشة المصرية من البيت للذاكرة. أول مسلسل أكيد كلنا ممكن نكون فاكرينه مسلسل أبو العروسة. سيد رجب جسد صورة الأب المعاصر البسيط المهتم بتفاصيل بنته، ازاي بيتعامل مع تجهيزات الجواز والمشاكل بين الأجيال، ازاي كان بيتعامل أحيانا بحزم وأحيانا بحنية. وأظن أنه سر نجاح المسلسل ده كان أنه الأب هو ده اللي موجود في كل بيت، الجمهور شاف فيه صورة أبوهم الحقيقي. فيلمي المفضل حب البنات، اللي بيتكلم عن الأب الغائب مصطفى أبو حجر. رغم ان محدش فينا شاف مصطفى أبو حجر ده، إلا إنه كان محرك الأحداث طول الوقت. الأب اللي أثر في حق بناته وهم عايشين وساب لهم وصية عشان تجمعهم مع بعض تاني، وده بيأكد مرة ومرتين وتلاتة إن دور الأب ما بيخلصش بانتهاء حياته. حتى لو غايب جسديا فممكن يبقى حاضر بالوصية وقادر على أن يعيد صياغة التاريخ مرة أخرى. فالأب أثره ممتد حتى الوفاة. شفنا يمكن في الفترة الأخيرة مسلسل كتالوج بطولة محمد فراج، ترى عماد، ريهام عبد الغفور، الأب الأرمل اللي بيتعلم يربي أولاده من أول وجديد من خلال فيديوهات مراته على السوشيال ميديا. والحقيقة إن المسلسل ده الجميل فيه إنه بيورينا نموذج حقيقي لأب في العصر الرقمي، بيحاول يتعرف على أبنائه لأول مرة بعد وفاة زوجته، وبيحاول يعيد صياغة علاقته مع الأولاد وكمان صياغة علاقته مع مراته. فبيقدم لنا صورة جديدة عن الأب اللي بيجرب وبيغلط وبيتعلم، وبيورينا الأب في أنماط مختلفة إن كان مع مرحلة الطفولة أو في مرحلة المراهقة.